السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعيني وحبايبي، يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة جايبة لكم حاجة جامدة جدا 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 بمناسبة شهر رمضان. الريفيو النهاردة عن كب التاتش، وجايبة لكم منها نوعين: النوع ال2 لتر وال3 سلاح، ونوع لتر و2 سلاح. قبل ما افتحها وافرجكم عليها، احب اعتذر عن عدم نزول فيديوهات الفترة اللي فاتت. انا فعلا مقصرة جدا جدا، بس لظروف شخصية. دعواتكم معانا، وكل سنة وانتم طيبين، وما تنسوش اللايك والشير عشان القناة وقعت جدا جدا جدا. فدعمكم معايا عشان القناة تترفع وكل الناس تشوفها. انا ما بعملش ريفيو عن حاجة غير لو كنت مجرباها، وكمان يعني اعجبت بيها جدا. الكبة التاتش دي بصراحة اثبتت وجودها الفترة اللي فاتت، وعليها اقبال بطريقة يعني ما تتخيلوهاش، من كتر ما هي جميلة جدا وبتستحمل قطع غيارها موجودة، بتفرم لحمة، بتجرش التلج. معاها السلاح ده خيال خيال. هي معاها ده الايس كريم والكيك والبيض، وده 3 سلاح للفرم اللحمة والفراخ والبصل والثوم. يعني هي اقل حاجة البصل والثوم، بتفرم اي حاجة تتخيلوها. السلاح ده بقى هو المفروض سلاح الثوم. المفاجأة بقى ان السلاح ده بينظف الممبار. الممبار كده بتقلبيه وتحطيه، في ناس كتير عاملين فيديوهات عليه، شيفات كتيرة قوي بيطلعوه فلة فلة. يعني انت بس هتحطيه وتديله ضربتين في الكبة وهتطلعيها حاجة كده خيال، تتشطف. بس في منها الاتنين، اولا 700 واط. تمام، دي 700 واط الاتنين لتر، ودي 700 واط. تمام. دي معاها مفرمة التوم، بس مفرمة التوم الصغيرة دي بصراحة مش عارفة اذا كانت هتعمل الممبار ولا لا. هي دي اللي جربناها في الممبار. يلا بسرعة نفتح ونتفرج على دي ونتفرج على دي ونشوفها على الطبيعة. دي كده بصوا، انا بس شلت الورقة دي. تمام، لسه هفتحها معاكم. يعني كده بتيجي من المصنع بالشكل ده. حلو الكلام. اهي جواها دي بتاعت اللي بتعمل بيض وايس كريم، وبتعمل الكيكة كاملة تعمليها فيها. ده بيبقى شكل الكرتونة من جوه. هنا السلاح بتاع التوم والممبار، هو سلاح بلاستيك ضد الكسر. تمام، نركبها بعدين. معانا هنا السلاح بتاع الفرم، السلاح السكينة، مزود ب6 سكينة. تمام. معانا ايه تاني؟ ده الغطا بتاعها. على فكرة هي بتيجي لونين، بيجي منها اللون الاحمر واللون الاسود. ده الغطا. ده هنا كده الدرق بتاعها، نطلعه مع بعض. وبيجي كمان معاها الضمان بتاعها والكتالوج. حلو الكلام. هنا اهو الدرق بتاعها في الموتور. بصوا بقى الدرق بتاعها قد ايه. بصوا الحجم، 2 لتر. يعني انت ممكن تستغني عن الخلاط، ممكن تستغني عن الخلاط. ما بتعصر طماطم، تعملي فيها كل حاجة. وادي الموتور بتاعها. تمام. دي بالنسبة لل2 لتر. بجد يا بنات، بجد انتوا عارفين اني انا ما بنصحكوش غير بالحاجة اللي فعلا جربتها وعرفت انها تحفة. البنات اللي بتجهز
انا انصحها بتاتش. بصوا كمان دي نسيت اوريها لكم، من تحت مزوده بجلده عشان تثبت على رخامه المطبخ ما تتهزش بيكي. تحفه يا بنات، تحفه. دي كده بالنسبه للاتنين لتر. نفتح معانا اللتر. بسم الله. بسم الله. ده كده منظرها من جوه. هنا الموتور. بصوا بقى اللتر، كل حاجة فيهم ليها ميزة. بصي شكلها الاسود بتاعتها تحفة، اسود في الاستانلس، حاجة كده خيال. ومعاها الشوب بتاعها، ده الغطا، ده اللون الاسود. على فكرة الكبيرة برضو بتيجي زي كده بالظبط، اللون الاسود بتاعها. انا جايبه لكم اللتر لون اسود والكبيره لون احمر عشان تبقوا شفتوا اللونين، عشان اللي هتختار حاجه تبقى عارفه ايه الفرق بقى ما بين اللتر والاتنين لتر. بصوا ده اللي بيبقى مكتوب عليها سكينه ثنائي من الاستانلس، كبه خضار وفواكه، جرش التلج، سرعه مزدوجه، كبه لحم ودجاج. الفرق بقى ما بين الاتنين هو الدرع بتاعها، ده ازاز والتاني بلاستيك. ده ازاز ضد الكسر والتاني بلاستيك ضد الكسر. بصوا بقى بتاعه التوم هنا شكلها مختلف تماما عن بتاعه التوم هناك اهي. بصوا بتبقى متركبه كده، دي اللي هي مفرمه التوم في الكبه اللتر الواحد. عشان كده بقول لكم دي تختلف عن دي تماما. بصوا عامله ازاي، يعني طريه جدا. دي للتوم فقط، مش متهيألي انها تعمل ممبار بصراحه، ما جربناش فيها الممبار. معاها السكينه دي مزوده ب4 سكاكين، يعني 2 سلاح. تمام. دي الدورق بتاعها. الدورق بتاعها ازاز ضد الكسر. انا عايزه اخش لكم من الكيسه بتاعته. شدي الكيسه دي يا لولو. ايوه شدي، شدي خالص، شدي برافو برافو. بس شطوره. بصوا ده بايركس ضد الكسر. بصوا من تحت برضو مزوده بالجلده دي. الجلده دي اللي بتحفظها ايه، تفضل ثابته كده على الرخامه ما تتحركش معاكي. يبقى كده الفرق ما بين كبه تاتش اللتر وكبه تاتش الاتنين لتر، اني اللتر السكينه بتاعتها 2 دور بس زي كده. سكينه الاتنين لتر 3 دور. تمام، 3 اهي. سعة الشفشق بتاعها ده لتر، وازاز بايركس ضد الكسر اهو. على فكرة الوسع بتاعه حلو قوي، يعني الوسع بتاعه يشيل كتير. ضد الكسر. التاني بلاستيك ضد الكسر، التاني اهو بلاستيك ضد الكسر. تمام. الفرق الثالث قشرة التوم. قشرة التوم دي بصراحة غير دي خالص، يعني دي توم بس، التانية توم وممبار. وطبعا في فرق جامد في السعر ما بين دي وما بين دي. وبكده ابقى وريت لكم النوعين. يا رب اكون فدتكم، ويا رب دايما فيديوهاتي تكون بتفيد العرايس، لاني انا يعني بالنسبة لتخصصي تجهيز عرايس، فانا بحب دايما افيد العروسة باي حاجة تشتريها تستفاد بيها. فلو هتشتري كبة تاتش يبقى كبة انصحك بكبة تاتش. كل منتجات تاتش بصراحة تحفة، سواء الكبة، الخلاط، المضرب، الهاند بلندر، كل منتجاته تحفة بجد واثبت جدارة في السوق. فلو انت لسه ما اشتريتيش، بسرعة روحي اشتري الكبة، واديني وريتك النوعين عشان تقرري انت عايزة انهي نوع فيهم.
يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب يكون خفيفة على قلبكم، واشوفكم في فيديو تاني بإذن الله. السلام عليكم.